شيء ميسر بك أم دوام بك خلق ما رب ما كلام أخو حلاوته وي شريانيا وي فهمه وي عمل كرنا في حاكميته وي يا ربي مسلمان راز مراجي أهل مراجي بكي نصيب مش قرآن نقدتني حتى حضور أخوي يا ربي القرآن ما بين حضوره بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفجر مكية مكة مكرمة نازل بها وهي 29 آية 20 آية بسم الله الرحمن الرحيم خلق علمي والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر خلق دبيكي والفجر قسم بالشفق يعني أو خالقكو تعريتي رادك تمام الدنيا رونكايتنا ويا قسم بالميجا السبي وليال عشر قسم بوان ده شبا أو ده شبكو بمدبن دهكي حجيا بشبه دهكي حجيا صومكم خلق عالمي يعني أوان دها çünkü معلوم من زمان موسم حجية إحرامية خلق خضارت بي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك من أمتنا حاضر يا ربي أمدنا وطواف بيتا خديدك القرش كعبة خديد سكنة توبة ورجوعك والمعادة بك بخضارة هذا أمنتا بجيبين يا ربي والشفع والوتر قسم بالشفعي يعني بجوتي جوت كروجا عيدية ووتريجي كروجا عرفية عبارة عرفية ويا بهر شفعي بهر وتري ويا بالشفعي خلق كل شيء زوجين مخلوق والوتري بوتريجي خالق تكوكيد هات السوطة والليل قسم بشبه والفجر وليال عشرين بشبه بده شبه هيك حجية والليل إذا يسرجي وقسم بشبه وقتاكو شب يسري يعني هرة يعني شب دوام بك چندنا وي نجيكي شباقي ببا يعني عندي بشباقي ولا خلق علم بهل في ذلك قسم لذي حجر دضانك خدا بي قسم كر فجر ليالي عشر وبشفع بوتري وبشذي وقتاكو حركات بك جي إنسانك معقل را دضانا دا صون بهيه يعني خالق صون خارية بفي مخلوق عنكا مخلوق اوان عنكا ديار اكو بي بي صون خارن اوه دياري تيرا دوينه نابي دبكي أقسم بالفجر قسم كريا بالشبق كما أقسم بالصبح شواد هنكي آيات دا دبي والصبح لا أسفر مثلا قسم بالصبح وقتا أسفر روني ببا والصبح إذا تنفس وقتا الشبق تنفس يعني نفسه درخه يعني ركايا ويتشي إيجاد فردا صبحين قلت الفجر قلت صبح وفجر عين سينا وقيل قلت الصبح فجري يعني بصلاة الفجر يعني خدا قسم بك بالميجا شرابي وليال عشرين أراد بالليالي العشري خدا إرادة شبك عشرة ذي الحجة ده ذي الحجة يعني كم دبيل دهكي حجية وموسم حجي إحرام طواف سعيا صفا طواف بيتي فإن قلت سؤال بكي فما بالها منكرة
يعني السبب كو أو وليال عشرين ثبت معرفنا الفجر الشفع الوتر الليل ثم تك صادج وليال عشرين نكيرين من بين ما أقسم به جنابين أوانك وخاضر في قسم كريه تبقى صادج وصادج وليال عشرين نكيرين قلت أدبنك لأنها ليال مخصوصة شنكي وليال عشرين أبانا الشفي مخصوص من بين جنس الليالي لأن بين جنس شفاضة شفي خصوصي العشر منها أفدك أمد بيجن أبيا بعدك يعني الليال قركب لما هي معهم شين شفن دنگه تا خوش نایجا دنگه تا چی مصالم؟ أبدايك أمدبين داي ذي الحجة أوانا داهي مخصوص داهي قاطنا خاص كرني بذي موسم عنكا بالطواف وبإحرام وبزيارة بيتي العشر بعض الميناء بعد كجمال ليالي ويا لأنها ليال مخصوصة أو ليال مخصوصة بفضيلة أضان شبهاتنا خاص كرني بفضيلتك مزية وان فضيلة وان زيارة عن زيارة دوان دا هي ليست لغيرها أو فضيلة غير من شبارة نينا كشبه شنا شبه دهكي حجيانا كتدا طواف وإحرامنا فإن قلت سؤال فهلا عرفت بلام الأحدي ما دام كل ليل شبه مخصوصنا أظن عفوا الشيء دهكي حجيانا سيدا أفندم تدي قلت أو جواب ده بدي جواب ده يك دبي تنوينا وي تنوينا جبونا تعظيمه تنوينا تنكير جبو تعظيمه ويك جيجي يجبونا بعضيته نوصا دبيكي قلت لأنها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي العشر بعض منها ما بين جنس الشبن أظن الشبن مخصوصنا يعني لما نكرانية تقليلة يعني مخصوصة بفضيلتك يا أو فضيلتها إذا نش تنكيرية أو يعني كآية حديث الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام تمام تقليلة ماله تمام يا تقليلة يا تعظيمة ماله إذا فإن قلت فهلا عرفت مدام كل ليالي عشر ذي الحجة شما ناتي التعريف كني بلا ما أحدي بوت الليال يعني أوان ليالي عشر ذي الحجة لأنها ليال معلومة معهودة شمكي شمني بلينا ومعلومنا بلا ما أحدي بات التعريف كرني قلت جواب فيها بجم لو فعل ذلك أجاب لما أحد باتا تعريف كرني لم تستقل بالمعنى الفضيلة الذي في التنكير ندب مستقل بوين معناه أو قنجياك بندب أو قنجياك الذي أو معناه في التنكير داية أو معناه بوين معناه ندب مستقل شمكي معنى تنكيري أبايرية يعني ليال يعني ليال عظيمة ليالي مظنة ليالي فضيلتها وان زيدية أبوي معناها إجا كبه الليال أوان ليالي معلومية بكي معلوم دلالتها ولسر فضيلتي ويا لسر مخصوصيتي هي تن هي نبلية يعني أنجح جدار ودا بحديثة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وتحقي بدا حديثنا أوانا بيني بيبا أكرمش بيبا مطلق مقيد بكي أنجح ويهاي بيفهم كرني لو ما كيكو بألفلام مجنونية ولأن إجا فكي برا إفلام جنسي إفلام أحديني وبرا إفلام جنسي بانيا ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة ما دام إذنك تبع لام جنسية أبياجكم لام بينا أبيانك تيكن لام أحدي كما أبيا لام أحدي كما إذنك جنسي يقول صابة أحسن أوكو لامات تب جنسي بن يقول لامات جنسي بن
هذه خصوصيات جينا يفهم كرني أن أوك باش أوكي كو تنكير يعني ديجا ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة ثم ليكون الكلام أبعد من الألغاز والتعمية جبو كلام ببا دوري جلغزو او جنه فهم كرني يعني سر مربي كور كرني أجبوك أفيانكا جويا ببا دور كرن كما أفيا عهد كما أفيا جنسيات أجبوك سببية أو آرام أو أمنك جبدو نقطين أجبوك جويا أي بي دور كرني أمي بجن شي أمي بن درانكا دا بلا أفيا نكيرا با ومخصوصة با دلات هنكيرا ودلات سر فضيلة طيبك تيشتره إجا والشفعي والوتري مراد بالشفعي والوتري إما الأشياء كلها تمام تشتايا شو تمام تشتايا جوتن يا فرن شفعة ووترها أشياء تمام وان جوت وان وتكي وان ويأخذ والشفعي والوتري إما شفع هذه الليالي شفعة فان شبا كد كذا برجا عيدا قرباني ووترها وتراويتي كد كذا بر رجا عرفي شفعة عرفي ويجوز أن يكون يعني الشفعة ظن هردا رجا ووترد هردا رجا ويجوز أن يكون شفعها شفعة في الدهي يوم النحر ووترها ووتر في الدهيج يوم عرفة ثم لأنه يوم عرفات 9 أياميا نهي في الدهكية وذاك يوم النحر عشيرها روى الدهي في دهروجية يعني وقدروا يعني أمينة بلى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم رواية پیغمبر صلاة والسلام عليه أنه فسرهما تفسيرا هرديا كريه بتا يعني تفسيرا تاسع الأيام كريه بعرفه عاشر اليومي كريه بتشي بيوم نحره وقد أكثروا في الشفع والوتر قول خبردان تفسير جيا تحقق الشفع وتريدا بر خبردان كرنا حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه حتى نزيكبونك عام بكن جنسي ومايك واقعد من أف شفع وتر تدا بكن عموم بشتفكرا وذلك قليل الطائل أذيا فايدة بالطائل هندك جدير بالتلهي عنه واللايقة مرخجي إعراب بك خبي مشغول نكه سيدا وما يقعان فيه تشوى معنى ما يقعان كأف شفع وتر وقعد من فيه دوي ماينا بلى أقسم خلق عالم قسم كريه وبعدما أقسم بالليالي المخصوصة بشتيك خالد تعالى قو والفجر وليال 10 أوان شبه مخصوصك بشتيك بوان قسم كرد أقسم بالليل على العموم خلق عالمي قسم بشبه سر عمومية شبه يعني كو بان شبه كو ده شبه كو قوتن خارج يوان عموما خالد تعالى قسم بشبه كرد شمكي عبرتك مظن بشبه ده هي كو أبي شبعني كاتشي التعرية أبي تعريتي خدي راد كارون كايتينا أبي تعرياني كا شوا روجي قابدك وتدا بذي عظمت الدلات استن مزناتيا خدي خلقيتا خدي دكا وذيك شوا روجي بينا البته كي أو كارا مريا جي صاحبك وبينا حضور أخش أقسم بالليل على العموم والليل إذا يسري معنويتش إذا يمضي وقتك الشاب هرا تربص كقوله تعالى والليل إذا أدبر يعني كشاب وقتك أدبر بشلاخ بدا تعريتي وعندي بالغ بدا رونكاي والليل إذا عسعس قسم بالشبي وقتك كتشب عسعس
يعني كو أوجد بر رونكاية شبكة بر رونكاية يعني تعريفتي شكل عسى تعريف وقرئ والوتر بفتح الواو والفجر وليال عشر والشفع والوتر فتح واو وما وتر وتر لغتان كالحبر والحبر أظن هردوجي وتر في العدد صايرة وتر جي يعني جي عدد تك وتر جي عدد تكرار وفي الترتي هنا ده بلح حبر وحبري بولن أظن كالحبر والحبر في العدد يا إيه تمام بيش تقول يعني حبر وحبر ده عدد ده نفسه يعني نو حبر وحبر عدد وتر وزن وتر كالحبر والحبر إجا أب وتر في العدد هذه صغيرة تقول المشكلة إجا وفي الترة الكسر وحده ترت صادجة ترت نايبوتني ترت تقولني أو جد نقصانية تقول المشكلة نقصانية ده النقص يعني قاعد قلت أنا أفهم جنة يعني نباشي كرين وقرئ الوتر بفتح الواو وكسر التاء رواه رواية في قراءة يونس عن أبي عمرو بن العلاء وقرئ والفجر والوتر ويسر بالتنوين تنوين يا رواية أبي التنوين والإف لام بأرادات شنابا أفش تنوينك بألف لام مراتي إذا جواب ودقوا والتنوين الذي يقع بدلا من حرف الإطلاق أو تنوين وقعد بدل حرف إطلاقه يعني بدل أليفه أو تنوينه يعني شنا حرف إطلاق ده تنوينتي أبا التنوين بألف لام راجتي وبألف لام جتي تنوين تمكننا تنوين تمكن بأجامرنا يبقى تنوين تمكننا تنوين بدل حرف إطلاقية حرف إطلاقية كتنا باب التنوين الإفلام هذا الجيل قريب وعن ابن عباس رضي الله عنه وهو خندية وليالي وليال عشرين هي صفة ليالي بإضافة عشر ليالي بالعشر فبالإضافة إذا وقفي ليالي شبه دها شبه دكا يعني شيء يريد ليالي أيامي أيام عشرين إذا كو أب عشرين وقافي صفة موصوفة كمحذوفة كو أيامنا أب ليال إضافة ببال موصوفة عشرين ما كو أيام يعني ليال شبه أوان دهروشا وياوي يسري والليل إذا يسري تحذف في الدرجة درا حذف الدرجة ده يعني بين يحتى الله مشكلة اكتفاء عنها اكتفاتك نجبر يايفا بالكسرة بكسرة راي أما في الوقف ده فتحذف كسرة درا حذف فتحذف يا مع الكسرة تلقى الكسرة تبدأ والليل إذا يسر وقيل معنى يسري يعني يسرى فيها نكو شاف داره يعني تشافي دا شوندن شيء يعني إجراء تشتيك خود تعالى بخازة بويناوي أو تشتاتنا شيء باران تي إنسان تيرا دمرن شوندن شيء وهاتن شيء وهكذا خلق علمت بهل في ذلك قسم لذي حجر أي فيما أقسمت به دوما يكون بقسم كركم جوا الفجر والليال عشرين
والشفع والوتر والليل إذا يسري بمعنى هل في ذلك بمعنى ده هي أي فيما أقسمت به من هذه الأشياء قسم مقسم به تشتكي به قسم كرني لذي حجر جبو إنسان كي بعقل يريد أواد خاطب بجا هل يحق عنده أن تعظم بالإقسام بها يعني إذا ذلك هل يحق عنده حق الجم زي عقله أن تعظم أظانا بنت تعظيم كرني بالإقسام بها بقسم كرنا أظانا بنت تعظيم كرني يعني حق نحق أو هل يأخذ في معنى هل في ذلك قسم لذي حجر هل قسم يعني في إقسامي بها إقسام لذي حجر قسم كرنا من بضانا دبي قسم كرنا مضانا رضا قسم كرنا يجبو إنسان بعقل رجي قسم تدا بي هي تنية يعني أي هل هو قسم عظيم يؤكد بمثل المقسم عليه يعني أديا قسم كي مزنك تي تأكيد كرني بمثل أوان تشتكو صوم بي هاتيا كرني تشتكو السري بي قسم كرني تعظيم أو بي كرني أديا تي كرني ناي كرني أظلم سي معناه دي فرقوان شيء كقول أولد به هل في ذلك أي فيما قسمت به من هذه الأشياء قسم يعني مقسم به ديالا تشتكي قسم به مقسم به يعني تشتكي به قسم أني تفسير كيف المقسم به أبا أول أف أي هل يحق أن تعظم بها بالإقسام بها أو بإقسام بظنانك تتقسم كني ياخذ أو هل في ذلك قسم لذي حجر إذا قسم مطلق ذكر كريا مضاف إليه محذوفة بدا مصدر بمعنى شيء مصدر فعل بمعنى إفعال يعني إذا مضاف ببال شبه مضاف بال فعل وفعلي محذوفة فعل مصدر درعسي يعني هل في ذلك قسم يعني في إقسام بها قسم كرنا بمن بوان إقسام لذي حجر قسم جبو ذوي العقل رهبة يجب التاويلات الديار وآسيا إذا كجانا أو قديا باشقة تنبو سيدة أف تيناك مشار إليه ذلكي وان أشياء كبيرات قسم كرن يعني مشار إليه أو هل في ذلك دوان مشار إليه هذا عجبا قسم كي هيج وزي حجر ياجي إجا هل في ذلك مشار إليه ذلك إقسامه ضمنا درباس بي أو فعل خدا يعني أو قسمهانينا خدا دبيز قسمهانينا مدى عجب قسمك هيج وزي حجر يعني مشار إليه ذلك اختلاف لي دويدا مالي بد الله تبارك الله والخير إجاء والحجر هل في ذلك قسم لذي حجر شيء العقل إذا فكيش عقل راتشما حجر تقولتني لأنه عقل يحجر عن التهافت فيما لا ينبغي منع مرضك جتشتك يعني ديرسزم بقيمة وتشتك ديرسي بقيمة لايق منع مرجتك ناخذ لك مرخب دير خب بشكله كما يسمى توجه عقلاتي تسمكرني عقلان ونهيتان كما عقل را عقلتي قلتني لأنه يعقيل شمكي إنسان بدشنجة بتفكر ذك وينهى عفوا لأنه يعقل يعني ويجرد ده عقيل ويجرد ده يا بدشنجة تفكر ذك لأنه يعقل ويجرد ده جرد منعتك يعني منع وش خرابي أما حجر منع خرابي بقصد لأنه يعقل يعني مديتيات زي كده قمت يعني عقل شو ما تقولنا عقل
چونکی جبر کوی گره دش نباشیه والنهيتان تقولني ينهى وحصاة تقولني من الإحصاء والضبط يعني كوخو دقره وقال الفراء يقال إنه لذو حجر إنه شخص لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه يعني أو يا خدي حجرة يعني كو نفس أخرى حاكمه ضابطا لها نفس أخذ ضبطك فكي خدا بفانا قسم كر أما قسم لسر چيه چه قسم كر جواب قسم چيه والمقسم عليه محذوف جواب قسم چه حذفه وهو لا يعذبن يعني والله يتقسم بفانا أو مشرك ويا إيمان بمحمد بقرآن محمد نينة أو بين عذاب دايني يدل عليه دلالة لسان مقسم عليه كل يعذبن دكا قوله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم لما خليت شواكي عذاب داير فصب عليهم ربك صوت عذاب ربك قامتك عذاب سروان داشان دي إيه دمكي جواب وناشي لا يعذبن خلق عالمي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد يعني خبر جيش يا پیغمبر من عليه الصلاة والسلام وياخد اكو جي خطابتي إمكان خطاب جيتبه وداد بي كتنابيني كو ربي تشكر يا بعاد قوم حضرت صالح عليه الصلاة والسلام قوم هود ناس صالح قوم هود بوان شكر عادجي كو إيرم ذات العماد كو يعني عادك أو عاد إيرم دمك يعني عاد أول كن نزيكي حضرت نوح عليه السلام أو إيرم عاد إيرم كو ذات العمادي خدي بناء بلند بناء مظن عمادي يعني ديرك مظن داتاني نسلوان ديرك خاني ماني بلند شكن خسر كونا خاتشيك التي اوان عمادك لم يخلق ياخد او عادك لم يخلق مثلها في البلاد او عادك ابي وكوان ببازار مظن بقيافات بقرياي نات نشكرني يعني كو جوديوان جي هر كسي مصر بونه يعني زولان شما إجا اللتين بيكو عاد قوم به قوم به قضيه هو كسي ده يعني قبيلة يا معنى قبيلة اللي عاد قبيلة يا مركي كنينك كيانا مثلا بيجي آيات كريمة ألم تر كيف على ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون يعني قبيلة جبروي التي تقولني وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي فعل ربك بعاد وفعل ربك بقوم ثمود الذين أو قوم ثمود جابوا قطع ذكرن الصخرة كبرى شكاندن بالوادي بوادي شكاندن كبرى الوادي جاء الناظر وادي كجا وادية لكيدري يتشواب بيه أو الحالة تفسير أبي زمخشري أو بيش الذين أظنات تفجد طغوا في البلاد دباجارة دا طاغيتي كنا ظلمي الخلقي كرنا تعديل الخلقي كرنا إمام بيغمبرانانينا وكي أمري خدي حركات نكرنا بجنانينا سيدا أولا أفندم السمود جنا قومه أوجي قومه بالي إيه شما الذين بيدا قلت يا وفرعون ذي الأوتاد فرعون وتذي ملته الذين طغوا في البلاد أنا مقول إيران أنا ما نقول إيران قومه هو التي جرى الثمود جي قومه شما جرى التي نقول جرى الذين قلت يا
gözüm evya dibe aynı zaman ki memleket beş yani ev İrem dibek memleket beş yani ila kavme nina kabile nina yani ev cici tegert ne kat tefsir çavacı çıkan şu an ne aklımda ya tamam ezile bilelim tamam kerem gelsin. emelimle ne var mı bين السريش Tamam. فأكثروا فيها الفساد أوان بلاد ذا پر فسادي كريه بغير حق خلقي كشتنا قتل كرنا واج مملكته وان سرقون كرنا أبي لوان çıkandına خوار مالني وان جوان سندنا كرنا قارشترمش ياب كرنا تبي ياب كرنا والحاصل فسادي أبي وان سرقون كرنا عادي درس السلام فصب عليهم سيدا لوي دري إيران وش معنى دايكي؟ كيا سيدا إيران سيدا إيران قالك أنا بيجي إيران قالك معنوي يعني يعني مملكة مملكة ها يعني دباكو مملكات به خد هنك بين مملكته وهنك جيجين أب عادي إيران إنك حتى بإضافته بينن عادي إيران نابي كالكي وانا أجد شوانا بويا وجين كي معنات كنا وانا بيرع اسم جد وبه سميت القبيلة ها وبه سميت القبيلة طبعا قبيلك يا تنافذين بله شما السمود جيب قبيلة ناتين أفضل براج ميراجي باتا قوتنا التي يلا برا تفسير بيوي دري كشتوي دري كفتان نقوي جابيش أو كي جرب بينشارك تمام أزرا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك محقق ربتا لبالمرصاد مرصاد يعني بجزت وانا اوانكا تشتكن شوادكن خد تعالى لوان دبينا كرني وان وقوتني وان محافظة دكا كو اوان بي بدا جزاكر وقيل لعقب عادي بني عوص بني عوس بني إيرام بني سام بني نوح عادن ذرية عادي كوري عوسي كوري إيرامي كوري سامي كوري نوح جرى عاد تقولني كما يقال لبني هاشم هاشم را تقول سواء جزاري هاشم را تبرا هاشم تقولني جزاري عاد راجي عاد تقولني يعني أولاد عاد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد يعني بأولاد عاد ثم قيل للأولين منهم أولين زاري عاد شو أنا قلت عاد الأولى عاد أول وإرمو تسمية لهم باسم جدي إرم تسمية لهم تسمية جوانا بنافي كاليوان كالكيوان چمكي عاد كوري عوس كوري إرم سيدا تو إيرام عطف بكل سر عاد و ثم قيل للأولين منهم عاد وإيرام دا خوشترنا به وشخو فيرگل جهد نوان سيدا مسالة بقول كي دبي قيل لعقب عاد بني عوس بني إيرام بني سام بني نوح عادن تقولتني زورية تغير عاد تقولتني شواج بني هاشم هرا هاشم تقولتني للأولين منهم عاد الأولى تقولتني عاد الأولى وقيل للأولين منهم عاد الأولى عاد ويرمج عطف أنا أدري ويرمج عطف أدري ويرمج عطف كعطف هنا جملة بقدينة ثم قيل للأولين منهم عاد الأولى وإيرام عاد قيل للأولين منهم عاد الأولى وإيرام ها بيقولها يا وإيرام تسمية لهم باسمها مش ورا عاد مش ورا إيرام تقولني أدري أصل عاد الأولى وإيرام إيرام تسمية لهم باسم جدي تسمية جوارا بنافي كالكيوا يعني هم عاد هم إيرام ولمن بعدهم يكون بشتي وان دابن بشتي عاد وان دابن عاد الأخيرة تقولني قال ابن الرقيات شعر عواقبك مجدا تليدا بناه
أوله أدرك عادا وقبلها إرما مجد تليدا يعني هذا مجد تليدا قاشتي كرمكي كم قديم بري بناه أواكر يا مجد التليد أولي أدرك عادا أولي بقشتي عاد وقبلها دبري عادجي إرما دبري عادجي إرما چونكي إرم كالي عاد إيوه قاوه فإرمو في قوله إرم وعاد كتبه شداتي كريمة دا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إجا إرم عطف بيان لعاد عطف بيان جبو عذرا وإذانا وإعلانا بأنهم عاد الأولى القديمة عاد كم يعني عاد كتورني إرم وقيل إرم بلدتهم وأرض ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم يعني أب إرم بعاد إرم يعني عاد كن مملكة وان إرم ناوي بازار وانا أرض وان ابتدا كانوا فيها تدا يشمش ويدل عليه دلالة كو إرم قالك لنا بازار قراءة ابن الزبير بعاد إرم قلت إضافة عاد كريا ببال شما ببال إرم با على الإضافة لسر إضافة عادي ببال إرم با إيوه قاوي عادي مملكتنا با عادي چيه عادي كو وتقديره بعادي آل إرم بعادي كو آل إرم يعني آل وي مملكة كنا في إرم كقول تعالى واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية ايجا سؤال سيدة مال الشاكر مرد قيد بردا خويا كرا يعني كوب التي آتيه دمك او مملكته يعني مملكة التي شو لازم اريا إيجا ذات العماد يجي من ذات العماد ذو العمادي ذا العمادي ذو العمادي نقول ذات العمادي قلت يا ولم تنصرف إذا جاب الصخرة إذا جاب الصخرة يا دمك قوم جيات يا قرتنها إذا وي قومي جاب الصخرة لما كبه ولم تنصرف أب إرم غير منصرفة قبيلة كانت أو أرضا للتعريف والتأنيث وقرأ الحسن بعاد إرمه مفتوحتين عاد إرمه هدية فتحي خندية يعني بفتحي خندية مردوي قي وهدية تركيب كلية مركب كلية بهبدورة زلق خندية كبنا مركب وبتوسطي صاني بتضمن حرف عطفي هدية كلية مبني سمكي مفتوحتين دويش وقرئ بعادين إرمه أرمه بسكون الراي على التخفيف كما يقال بورقكم بورقكم ديجانا بورقكم سكون قافد بيجي ورق سكون الراي وقرئ بعادين إرمي ذات العماد عادين بتنوينه إرمي بكسر ذات بإضافة إرم إلى ذات العماد بعاد بدرش بش عاد واجي كو إرمي ذات العماد إرم خدية عمادة بإضافة إرم إلى ذات العماد إجاوة الإرم وقف إرم العلم إرم علمه يعني بعاد آل أعلام ذات العماد يعني بعادك إرم يعني إجا إرم أعلام يعني أهل أعلام أوان علامة ذات العماد خدي ديركانه يعني كو خدي خاني بلند ديمك
إجابة العماد اسم المدينة. ناباش ذات العماد لو ماكي التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني كو بازاري قاسو قونا خوي بربونا مزم بونا بلن بونا لقوري كوان جخرا عمر كيلو تشيكري. وقرئ بعاد أرم ذات العماد. أرم ذات العماد. إجا أرم بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد أرم أي جعل الله قرد يا خدا ذات العماد أو خدي عمادا جعل الله ذات العماد أرم رميما كران يرزي يعني خرك يقطع أذيا إجاري بدلا من فعل ربك أرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد يعني شو بدلش بيش فعل ربك تشيا أرم ذات العماد يعني رزان ديا أو قد عماد يعني أوان بناء بلن قسو كناخ مزن خدا رزان ديا. إذا كان صفتان للقبيلة واخترق صفته قبيلة. وذات العماد إذا كان صفة للقبيلة واخترق ذات العماد أم بيننا باجرنا ذات نافي قبيلة فالمعنى أنهم أظن في قوم يانيكا كانوا بدويين أهل شولابنا أهل عمد أهل الديركابنا وطوال الأجسام جوديوان دريج بيه على أو طوال الأجسام على أهل عمد أو طوال الأجسام يا أهل الديركابنا ياخذ شخط جوديوان شخط دريج بنا مظلوم على تشبيه قدودهم لسات تشبيه بدناوان قاماوان بالأعمدة بديركا إجا تشبيه قامتي بديركا هي دو منهم قولهم يعني الإنسان دريج را ديركتي وتنيد بالي قول عرب هذا رجل معمد وعمدان يعني إذا كان طويلا يعني ميركي كي ديركا يعني لا فلانكاس ديركا يعني كتير دريش. وقيل قلت يا ذات العماد ذات البناء الرفيعي يعني عماد بناء ذات العماد يعني خديه العماد بناء الرفيعي إجا وإن كانت أجر ذات العماد صفة للبلدة إرم باجربة ذات العماد صفة باجربة فالمعنى معنى آية تتباف أنها ذات أساتنا أنها أذي باجاري ذات أساتنا خدي هستونا ستوني ويا بونه سيدا ستوني يعني أزولام ها لبرا بس أو أنا شو سيستم أجي بابجة درس كمان دجية بنا الفير بسمة روي أن لعاد بناني قالوا يدري بله فيك أصابكم الله خير أنا مسبب كوري بسكر أمانة خدا قاتلي